مساء الخير. هو ايه اللي حصل في كندا؟ الناس المهتمه بالدراسه في كندا اكيد سمعوا خلال الفتره اللي فاتت عن حاجات متعلقه ان كندا فرضت قيود على الطلاب الدوليين. طبعا ناس كتير مش عارفه ايه اللي حصل، لكن تعالى كده باختصار كده اوضح لك ايه اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت. لمده عقود عشرات السنوات كانت الدراسه في كندا مفتوحه للجميع، وكانت الامور فيها بشكل منتظم مستقره. بتقدر تدرس اي برنامج انت عايزه، ما كانش فيه كاب على عدد الطلاب اللي تقدر تيجي كندا. لو انت بتيجي معاك زوجتك فعلى طول بتاخد سباوز اوبن ورك بيرميت، اللي هي يعني تصريح عمل مفتوح وقت الدراسه. طبعا بتكلم على الكليات اللي هي ديزيجنيتد والكليات اللي هي بتسمح اصلا بالحاجات دي. فكانت الامور مستقره والدنيا زي الفل. اللي حصل ان خلال الفتره اللي فاتت وتحديدا من بعد الكوفيد حصل ان هو كندا فتحت الموضوع بشكل اكبر من الطبيعي يعني. لكن الفتره اللي فاتت وصلت ان كندا بقت تستقبل 700 الف طالب، 800,000 وحاجات كده. بقى temporary residents وصلوا ل 1.2 مليون في مرحلة من المراحل. طبعا ده أثر بشكل كبير على الاقتصاد في كندا. وأثر على الاقتصاد في كندا في إيه؟ أثر على إن دلوقتي بقى في طلبة كتيرة جدا بتيجي كندا، وبالتالي بيدوروا على سكن، وبيدوروا على حاجات تتاكل، وبيدوروا على كليات، وبيدوروا على حاجات كتير. فالحاجات دي كلها أثرت إن هي بقى المواطن الكندي أو المقيم البيرمننت ريزيدنت بقى نفسه مش لاقي سكن إنه يسكن، مش لاقي. الأسعار ارتفعت، بقت عارفين موضوع العرض والطلب، فبقى في طلب كتير جدا على السكن. لو بنتكلم على السكن على سبيل المثال، مقابل ان هو العرض قليل جدا، وبالتالي الحاجات دي بقت اسعارها علت. كندا جالها ناس كتيره جدا خلال الفتره اللي فاتت بشكل كبير، اثروا على الوضع الاقتصادي. المواطن الكندي نفسه بقى بيشتكي ان هو مش لاقي الخدمات الطبيعيه. الطلبه بتاجر حاجات كتير، مش شرط الطلبه بس بقول لك يعني بشكل عام اللي حصل. فكندا خلال السنه دي، اول السنه دي 2024، يمكن من السنه اللي فاتت بدات تقول، بس من اول السنه دي اصدرت عده قرارات. القرارات الاولى: مسموح للطلاب اللي هم بيدرسوا ماجستير ودكتوراه فقط ان هم زوجاتهم يجوا معاهم وياخدوا اوبن ورك بيرميت وقت الدراسه بتاعتهم. طبعا اللي قبل كده كان بيحصل ايه؟ زي ما بقول لك، كل الناس اللي كانت بتيجي كان مسموح لها. طب هو اصلا ايه تاني غير الماسترز والدكتوراه؟ طبعا غير الماسترز والدكتوراه كان في حاجه اسمها بوست جراديويت سيرتيفيكت وبوست جراديويت دبلومه. البوست جراديويت سيرتيفيكت دي اللي هي شهاده بتبقى مدتها سنه او سنتين بالكتير. الدبلومه بتبقى غالبا مدتها سنتين، وبتدرس فيها حاجات سوبر براكتيكال في كولج مش في يونيفرسيتي، عكس الماسترز او الدكتوراه. وكان مسموح بتتعامل فيها زيك بالظبط زي الماجستير والدكتوراه، فيما يتعلق زوجتك تيجي معاك، ولادك بييجوا يدرسوا معاك مجانا. كل الامور مستقره. بعد التخرج بتاعك بتاخد اوبن ورك بيرميت لمده، مثلا لو انت بتدرس سنه بتاخد سنه، لو بتدرس سنه ونص بتاخد سنتين، لو سنتين بتاخد 3 سنين. امور يعني كانت امور ماشيه بشكل كبير. وعملوا كاب على عدد الطلاب اللي هم بيدرسوا اول تخصصين دول، اللي هم بوست جراديويت سيرتيفيكت ودبلومه، لحوالي 360,000 في 2024. لحد كده الامور مستقره، خلاص الناس عرفت ايه اللي بيحصل. الطلبه الى حد ما دلوقتي بقوا عارفين ان هو لو رايح يدرس بوست جراديويت سيرتيفيكت او دبلومه مش هيقدر يجيب زوجته. فاللي حصل ايه بقى؟ يمكن دي حاجه زي ما بقول لكم يعني كنت بنصح بيها الناس على طول، العملاء بتوعنا في اكاديمي، وهو بص، انسى بقى موضوع خالص السيرتيفيكت والدبلومه، لان دي مش هتسمح لك ان انت تجيب اسرتك. فاحنا هننتقل على الماسترز والبي اتش دي. طبعا كانت بتقابل بعض الناس العملاء اللي كانوا عندي مشكله، وهي ان مثلا الماسترز بيتطلب مثلا 70% على الاقل ان انت في التقدير بتاعك بتاع الباتشلرز بتاعك في مصر او في اي دوله الناس بتكلمني منها. فدي كانت بتقابلهم مشكله. فكان ايه الحل؟ بقى في حل من الاثنين. مش هتكلم عن الحلول، خليني مش عايز اتكلم عن الحلول دلوقتي، انا عايز اكلمك بس على التطورات اللي الناس عملتها. ان الناس بدات خلاص كتير بقوا بيزقوا، خلاص احنا الراوت بتاع الجزء الاولاني بتاع البوست جراديويت سيرتيفيكت ده مقفول، احنا هنروح عند الماسترز والبي اتش دي. خلاص بيدخلوا في الحته دي. فبقى بدل ما الحجم، يعني هي الناس كانت متخيله، الحكومه الكنديه متخيله لما يقننوا عدد الماسترز، لما يقننوا عدد البوست جراديويت سيرتيفيكت والدبلومه، ان الناس هتقل والدنيا هتنتظم. لان عامه الناس اللي بتدرس ماسترز وبي اتش دي ما هماش كتير. اولا متطلبات لغه عاليه اكتر، التقدير بيبقى اعلى، فمش كل الناس بتحب تدرس الموضوع ده. فهم عايزين طلبه بشكل معين. اللي حصل ان الناس بدات تدخل كمان في الموضوع بتاع الماسترز والبي اتش دي، لدرجه بقى في برضو عدد زياده جدا في الموضوع. فقامت كندا السنه دي، مش السنه دي، ده يمكن من 4 أو 5 ايام، طلعت قانون جديد. وهي عملت ايه؟ عملت اول حاجه خالص، دخلت الناس بتوع الماسترز والبي اتش دي ودين الكاب اللي هو بتاع الانترناشونال ستودنتس، اللي هم كانوا تقريبا في 2024 360,000. وزودوهم تقريبا 400 حاجه زي كده. لكن بقى في كاب على عدد الطلاب الدوليين اللي ممكن يدرسوا في كل التخصصات. فبقى كل الناس دخلت تحت بوتقه واحده.
موضوع ان انت كان مسموح لك ان انت تجيب زوجتك معاك ومش والكلام ده بقى برضه بليميتس معينه، بقت برضه لسه برضه الناس اللي هم السيرتيفيكت والدبلومه مش هيقدروا يجيبوا زوجاتهم معاهم او اولادهم معاهم، لكن الماسترز والبي اتش دي باشكال معينه وبليميتس معينه، ولو هو بيدرس تخصصات كمان معينه. فالموضوع بقى يعني الى حد ما مش كومبليكيتد، الموضوع بقى مقنن بشكل كبير جدا. هم دلوقتي مش عايزين اي طالب من الطلبه يجي غير وهو هيفيد البلد فيما بعد فعلا، حتى لدرجه ان هو الاوبن ورك بيرميت اللي هو البوست جراد ورك بيرميت اللي بعد التخرج بقى الناس معينين دارسين تخصصات معينه كمان. انت متخيل؟ يعني مثلا عايزين الناس اللي بتشتغل في الستيم، الساينس والتكنولوجي والانجينيرنج والحاجات، في تخصصات معينه هبسيب لكم لينك بتاع ايه التخصصات، يعني ايه الستيم اصلا بروجرامز اللي انت بتيجي تدرس فيها. فبقى الموضوع بقى اصعب شويه من قبل كده. طبعا العدد بتاع السنه الجايه هيقل 10% في السنه الجايه 2024 2025، في 2026 هيقل كمان 10%. فهم بيتارجتوا ان هم يقللوا عدد الطلاب الدوليين بشكل كبير. فدي نقطه بس مهمه جدا لكل الناس اللي بتفكر تدرس في كندا دلوقتي، اختيار التخصص المناسب ليك. لو انت وصلت بس لحد دلوقتي ما عملتش لايك او حاجه، فانصحك ان انت تعمل لايك، عشان هقول لك دلوقتي ايه الحاجات اللي انت المفروض تعملها لو انت بتفكر تيجي تدرس في كندا. طبعا انا لو انتوا تعرفنيش انا حكم في كندا، وبتكلم على حاجات كتيره متعلقه بالهجره والمعيشه والاستقرار في كندا. وعندي حاجه اسمها اكاديمي which is اللي هي كنديان educational consultancy firm، وهي دي متخصصه تحديدا في مساعده الطلاب الانترناشونال اللي هم حابين يجوا يدرسوا في كندا. ساعدنا الحمد لله يعني ناس كتيره جدا. ولو انت حابب تتواصل معانا في اي وقت ممكن اسيب لك اللينك بتاع اكاديمي او اللينك بتاع الانستجرام، ممكن تتواصل معانا ونقدر نقول لك نساعدك ازاي. نرجع تاني لموضوعنا. طب انت شفت اللي حصل ده، ايه اللي انت ممكن تعمله بقى انت كطالب دولي دلوقتي؟ اول حاجه خالص موضوع ان انت هنبعد تماما عن موضوع البوست جراديويت سيرتيفيكت او دبلومه، الا هم انت امكانياتك لا تسمح اطلاقا ان انت تدخل ماسترز او بي اتش دي، وفي الحاله دي انت هتيجي لوحدك، مش هتقدر تيجي مع حد تاني. طب وهتيجي تعمل ايه؟ هتبقى ودين الكاب بتاع الدراسه، ولازم تكون بتدرس في مجال من المجالات المطلوبه. هقول لكم برضو المجالات المطلوبه، او لو عايز تبعت لي اسئله او تبعت لي في الكومنت ايه المجالات اللي انت التخصص بتاعك، واقدر اقول لك يفيدك ولا لا، ابعت لي في الكومنتس واقدر اقول لك ايه البرامج اللي ممكن تكون مناسبه ليك. فاول حاجه ان انت تحاول نبعد على موضوع البوست جراديويت سيرتيفيكت او دبلومه. بالنسبه للماسترز والبي اتش دي، شوف مين فيكم، يعني انت مثلا انت راجل مثلا مهندس، اوكي ممكن تقدم على ماسترز في مجال الهندسه. طب انت مش المهندس، زوجتك المهندسه، لا يبقى زوجتك هي اللي تقدم. لو انت مثلا في حاجات في الليترشر مثلا، سوري حاجات مثلا في الارت مثلا، لا خليه زوجتك هي اللي تقدم، وحاجات زي كده. طبعا السن بقى عليه عامل مهم جدا، الفلوس بقى عليها عامل مهم جدا، بقى خلاص هيبقى في ريستريكشنز. هو اوريدي السنه دي من ضمن الحاجات اللي نسيت اقول لكم عليها، القواعد اللي حطوها ان هم بقى حاطين $20,000 للطالب في السنه كمصاريف معيشه، 20,000 وشويه تقريبا 30 ولا 300 حاجه كده. قبل كده كان لمده طويله جدا 10,000. فهم بيضاعفوا الحاجات دي عشان عايزين يتاكدوا ان الطالب اللي هيجي هيجي يدرس بشكل اساسي. فموضوع اختيار البرنامج، الفلوس بتاعتك تكون متوفره معاك بشكل كويس، ما ينفعش تكون يا دوب على الحركرك الفلوس معاك ومش قادر تكمل. فالفلوس برضو لازم تكون المجال نفسه يكون في مجال من المجالات اللي مطلوبه. بس ده كده باختصار الحاجات اللي اقدر اقول لكم عليها. بس مش معنى اللي انا بقوله ده ان الدراسه في كندا وقفت ولا حاجه، لا هم بس بقوا عايزين اكتر الناس اللي هيقدروا ان هم ينتجريتوا مور في الكوميونتي او في المجتمع بعد التخرج بتاعهم. طبعا الحاجات دي ممكن تضايق بعض الناس، لكن في الحقيقه هي ده الوضع بتاع البلد دلوقتي، عشان الوضع فعلا كان بقى متأزم بشكل كبير. فبالتالي لو انت شايف الموضوع ده يعني مناسب ليك، ما زلت حابب تسأل عن موضوع الدراسه ومهتم بموضوع الدراسه رغم الحاجات اللي احنا قلناها دي، ممكن تتواصل معانا على طول، نقدر نساعدك، او تسيب لنا اي كومنت ممكن نحاول ان شاء الله نرد عليك في اقرب وقت. شكرا جزيلا مره ثانيه ليكم، خلي بالكم على نفسكم ودمتم بخير، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.